طبعا اليوم على تم إعطاء التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لإدارة شمال وشرق سوريا بعد المناقشة والمداولة مع الإدارات المدنية والذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا. ودام هذا اللقاء هذا الاجتماع على مدار يومين. تم مناقشة آخر المستجدات منها في 2019. وأيضا من هذه الصعوبات كان الاحتلال التركي القضاء عسكريا على داعش، مكافحة الخلايا النائمة، المعاناة التي نعانيها أيضا من خلال المخيمات، وكيفية قصف الاحتلال التركي لمخيمات عين عيسى ومخيم مبروكة، والغزو التركي الذي كان الهدف منه احتلال المناطق اقتطاع أجزاء من الجغرافيا السورية بهدف إنشاء المنطقة الآمنة. لكن هذا الهدف كان من وراءه التغيير الديمغرافي للمنطقة، وأيضا كان الهدف هو ضرب مشروع الإدارة الذاتية الذي هو مبني على أخوة الشعوب والاعتراف بالآخر. وأيضا من الأحداث المهمة كان لنا رؤية وتصور ومبدأ أساسي بالتواصل مع دمشق للوصول لحل الأزمة والمعضلة السورية على مبدأ أن تكون النظام لا مركزي مبني على الإدارة الذاتية، وأن نكون جزء لا يتجزأ من سوريا، ونحن الهدف الأساسي الذي نقول لكي نستطيع أن نحمي الجغرافيا السورية مع بعضنا البعض، ولكي نحن نكون حصرا أبناء سوريا. نريد أن يكون النظام المستقبلي لسوريا نظام ديمقراطي يعترف بالجميع بهوياتهم، بلغاتهم، بأديانهم. يكون هذا النظام أيضا السياسي لسوريا الجديدة مبنية على العدالة الاجتماعية، على حقوق الإنسان، وأن نستطيع أن نبني سوريا من جديد.